في الفيديو ده هتقدر تفهم ازاي جهاز رسم القلب بيشتغل واللي هيخليك بعد كده جاهز لأي سيناريو. الأدوات اللي هنستخدمها ECG ماشين وECG بيبر وجل وكوتون وجلوفز. أول حاجة هتجهز المريض، هتخليه نايم على السوبان بوزيشن، يعني نايم على ظهره، وبعد كده هتعمل إزالة لكل المعادن سواء ساعة أو سلسلة أو حزام، وبعدها هتعمل تنظيف للجلد بالكحول، وهتعمل حلاقة خفيفة لو في شعر كتير على الصدر. بعدها هتوصل الإلكترودات. أول حاجة الليمبي إلكترودز اللي هي بتاعت الأطراف، بنوصلهم عند الإيد والرجل. طيب إزاي؟ ال اختصار للليفت ليج، بنحط الجرين الأخضر على الرجل الشمال، وال اختصار للليفت أرم، بنحط اليلو الأصفر على الدراع الشمال، والار اختصار للرايت أرم، بنحط الريد الأحمر على الدراع اليمين، والار اختصار للرايت ليج، بنحط البلاك الأسود على الرجل اليمين. دول 4 ألوان، وعشان تعرف أماكنهم بكل سهولة هتحفظ الجملة دي: صحراء وخضرناها ونار وطفيناها. صحراء هنا معناها اللون الأصفر وبيتحط على الإيد الشمال، وخضرناها المقصود بيها اللون الأخضر وبيتحط على الرجل الشمال. نار المقصود بيها اللون الأحمر وبيتحط على الإيد اليمين، وطفيناها المقصود بيها اللون الأسود وبيتحط على الرجل اليمين. لما توصل المشبك عند الإيد تبقى حطه فوق المعصم ب5 سنتي، وعند الرجل هتحطه فوق الكاحل، ولازم يكون الجزء المعدن من جوه مش من بره، سواء في الإيد أو في الرجل. بعد كده النوع التاني وهو الشيست إلكترودز، بنوصلهم على الصدر. في 6 من الليدز بيتسموا بحرف الفي، مترقمين من 1 لحد 6. هناكلهم بالتحديد. أول حاجة هنحط الفي 1 عند الفورس انتركوستال سبيس، يعني الفراغ اللي موجود بين الضلع الرابع والخامس في الجنب اليمين من القفص الصدري. تاني حاجة بنحط الفي 2 في منطقة الفورس انتركوستال سبيس، يعني الفراغ اللي موجود بين الضلع الرابع والخامس في الجنب الشمال من القفص الصدري. اللي جاي كله بقى هيبقى في الجنب الشمال من القفص الصدري. هتسيبك الوقت من في 3 هتدخل على في 4. عايزك تعرف ان في 4 وفي 5 وفي 6، ال3 دول كلهم في الليفت فيفس انتركوستال سبيس، يعني الفراغ اللي موجود بين الضلع الخامس والسادس كله هيبقى في الجنب الشمال من القفص الصدري. بنحط الفي 4 في الميد كلافيكولار لاين، يعني خط منتصف الترقوة تحت الحلمة. هنروح بقى للفي 3 هنحطها بين الفي 2 وفي 4. الفي 5 بنحطها في الانتيريور اكسيلري لاين، يعني خط الإبط الأمامي. والفي 6 بنحطها في الميد اكسيلري لاين، يعني خط الإبط الوسطاني. تعالى نوضحها أكتر. هنوصل الأول الليمبي إلكترودز، هنوصل الأول الأطراف. هتحط جل المشبك الأحمر في الإيد اليمين فوق المعصم ب5 سنتي. بعد كده هنحط المشبك الأصفر ونحطه على الإيد الشمال. بعد كده هنحط المشبك الأسود هنحطه فوق الكاحل بتاع الرجل اليمين. وآخر مشبك هو الأخضر فوق الكاحل بتاع الرجل الشمال. نيجي بقى لتوصيل الشيست إلكترودز. هنوصلهم على الصدر. بتحط الأول جل وتحط فيه 1 عند مستوى الحلمة من الجنب اليمين. بعد كده هنحط فيه 2 عند مستوى الحلمة بس من الناحية الشمال. هنسيب فيه 3 دلوقتي. هتحط الأول فيه 4، بعد كده هتحط فيه 3 بين فيه 2 وفيه 4. بعد كده هنحط فيه 5، وآخر حاجة هنحط فيه 6. بعد كده هتطبعه. بعدها هتشيل الإلكترودز وتمسح الجل من القطن وتخلع الجلافز وتغسل إيدك.